في لحظة اتحول الفرح لحزن، وانتهت حياة العريس وسط أصحابه وأهله. خطيبته شافته وهو بيودع، افتكروه مرهق من الرقص، واتاري إن حياته كانت بتنتهي. صهيب خالد الشاب اللي بسببه كل بورسعيد حزينة دلوقتي، ايه اللي حصل معاه وازاي انتهت حياته من شدة فرحته؟ كل ده وأكتر هتعرفوه معايا في الفيديو ده. الحزن مالي كل بورسعيد، مفيش بيت ما فيهوش حد إلا وبيبكي على اللي حصل في ابنهم صهيب خالد. الولد شاء القدر إن حياته تنتهي خلال حفل خطوبته من حبيبة عمره. صهيب جمع كل أهله وأصحابه علشان يفرحوا بيه ويفرح معاهم. للأسف تحول الفرح لحزن. يقال والعهدة على المواقع الإخبارية زي صدى البلد ومصراوي إن العريس صهيب كان فرحان جدا خلال حفل خطوبته، فضل يرقص ويتنطط مع أصحابه وعروسته، ومرة واحدة وقع الشاب ده على الأرض قاطع النفس. افتكروه في الأول مرهق من الرقص والفرحة، أخدوه على المستشفى للعلاج وكمان لعمل الفحوصات اللازمة. للأسف ما لحقوش يعملوا كده معاه، لأن في المستشفى بلغوهم الخبر المحزن: صهيب خالد تعيشوا انتم. نزل الخبر ده على الأهل، كتم كل أصواتهم، مفيش ولا كلمة ولا حركة، إلا خطيبته وحركتها الوحيدة هي إنها وقعت على الأرض من شدة الصدمة. موقع مصراوي الإخباري بيقول في خبر ليه إن الشاب صهيب خالد انتهت حياته من شدة فرحته، قلبه كان بيدق جامد جدا وحصل له انتكاسة في النهاية أدت لانتهاء حياته، والتشخيص كان مشاكل في القلب. بعد الواقعة ما حصلت اتعمل محضر وأثبتت فيه الحالة، وبعدها أهل العريس أخدوا جسده وراحوا بيه علشان يودوه لمكانه الأخير. وقت تشييع جسد صهيب لمثواه الأخير حضر كل أهله وأصحابه وخطيبته، ومفيش على لسانهم غير الدعاء ليه وإن هو عريس الجنة. كل الناس في العزا ده كانت حزينة والدموع في عيونهم من شدة المنظر والواقعة. خطيبته وقعت على الأرض، ما هي شافت حبيبها وحياته بتنتهي قدام عينيها، وفي ليلة عمرها شافته وهو راقد قدامها على الأرض ومفيش فيه ولا نفس. اللافت إن الشاب صهيب خالد ده عنده 22 سنة بس، يعني كان لسه شاب في بداية حياته وصحته زي الفل، لا كان بيعاني من مشاكل ولا كان في حاجة صحية مضايقاه. كل اللي حصل معاه كان وقت حفل الخطوبة وبس، الحفلة اللي بسببها انتهت حياته وبعد عن الدنيا. بيحكي أصحاب صهيب إن هو عمل جهد كبير قوي قبل حفل خطوبته، كان بيتحرك من هنا لهنا يخلص مشاوير واتفاقات كلها كانت تخص حفل خطوبته على حبيبته ونور عينيه، ولمح أصحابه إن هو ما خدش فترة راحة خالص من المشاوير اللي كان بيعملها قبل الفرح. وعلى كلامهم يمكن يكون ده اللي سبب مشكلة في القلب خلاه يقف وقت حفل الخطوبة. انتوا عارفين الإجهاد والحركة الكتيرة اللي بتبقى في الحفلات سواء الخطوبة أو ليلة الفرح نفسها، فيها بيبذل العريس مجهود كبير جدا سواء في الرقص أو في الفرح مع أصحابه. في النهاية احنا بنطلب منكم تدعوا للعريس بالرحمة وتدعوا لأهله إن ربنا يصبرهم ويقويهم على اللي هم فيه دلوقتي.